بغيتي المسمن بعدد كبير وشكل رائع، تبعي معايا الحلقة من الأول حتى الآخر. مسمن مورق، مسمن رائع، مسمن كيف ما كتشوفوا كيجي جد رائع وغادي ينجح معك ولو تكوني ما عمرك ما درتيه. غادا تتبعي معايا الحلقه اكيد غتحصلي على نفس النتيجه. نبداو على بركه الله. غناخذ هنايا القصريه وغناخذ الغربال كيف ما كتشوفوا، وغادا نعبر معكم بزلافه باش تعرفوا الكميه اللي كنخدموا بها ديال الدقيق. عندي هنا دقيق الفينو كيف ما كتعرفوا كلشي تيعرف الدقيق ديال الفينو. غادا ناخذ منه ثلاثة ديال الزلافه وغادي نزيد مازال الزلافه الرابعه. اذا غادا ناخذ 4 ديال الزليف ديال الفينو ونغربلهم كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادا نزيد الرابعه كيف ما كتشوفوا. نتوما غادا تاخذوا اي صحن او اي حاجه غتقدروا تعبروا بها كيف ما نوريتكم. انا عبرت بهاد الزلافه هذه، نتوما غادي تعبروا باي حاجه نتوما باغينها. في هذا الاثناء غادا ناخذ الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادا ندير كذلك 3 ديال الزلافات ونغربلهم ونزيد الزلافه الرابعه. اذا درت 4 ديال الزليف ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ودرت 4 ديال الزليف ديال الدقيق الفينو. نغربل الكل على هذا الشكل. ضروري من اننا نغربلوه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معنا. وغادا نزيد الزلافه الرابعه. اذا عندنا هنا حصلنا على نفس الكميه ديال الدقيق الابيض ونفس الكميه ديال دقيق الفين. غناخذ الملحه، غادا نضيف كميه من الملحه. كيكون ديما مسمن كنديروا فيه الملحه كتكون شويه بالزيت، وكتبقى بطبيعه الحال اختياريه على حسب كل واحد والذوق ديالو. عندي هنا الكونفيتور، تقدروا ديروا العسل اللي عنده اي حاجه يخدم بها. انا خدمت هنا بالكونفيتور ملعقه كبيره. غادا نخلط الكل على هذا الشكل حتى يندمجوا ليا الدقيق باختلافه. وغادا نخدم غير بالماء العادي من الصنبور، ما يكون لا دافي لا حتى شي حاجه من الصنبور نيشان. غنبدا كنعجن في العجين ديالي على هذا الشكل هذا، ونبدا كنخلط وكندمج بشكل عادي، كنعجنو بطريقه عاديه. كلشي تبارك الله ما شاء الله عليكم كتعرفوا تعجنوا. انا فقط كنشارك معكم الطريقه ديالي والشكل ديالي في العجين. هنا كنبدا نجمع في العجينه ديالي كيف ما شفتوا، وغادا نبدا كنخلط بهذه الطريقه هذه حتى نجمع العجين ديالي كله يتجمع ليا كيف ما كيبان لكم. انا درت هنا كميه كبيره، ولكن تقدروا نتوما تخدموا بكميه قليله على حسب افراد الاسره. هنا عندنا كيف ما كتشوفوا تقدروا ديروا نفس الكميه من الدقيقين على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب عدد افراد الاسره. كنبقى نضيف في الماء على هذا الشكل حتى كتجمع ليا العجين. كنخلي العجين شويه شاده، ما كتخليهاش مرخوفه، ضروري انها تكون شاده في راسها. هنا كتشوفوا انا كنجمع فيها بهذه الطريقه هذه مع اضافه الماء بطبيعه الحال. مره كنضيف الماء حتى كنحصل على عجين اللي يكون مجموع ومتجانس مع بعضياته. خدموها بهذا الشكل. صافي هنايا هي تجمعات. غادا ناخذ العجين ديالي غنوضعو على سطح العمل، وباش ناخذ راحتي في انني ندلكو مزيان ويكون عندي اتساع فاش نخدم. كنحيد القصريه كنحيد كلشي وكنبقى غير انا وهاد العجينه ندي ونجيب وندلك مزيان حتى كتنسجم ليا العجين وكيتخلط مزيان وكيتدلك مزيان. كيف ما كتشوفوا راه حنا كنعطيوها حقها في الدليك بشكل جيد. في البدايه كندمجها فقط وكنخلطها مزيان على هذا الشكل، وفي التالي عاد باش كنبدا كندلك.
كيف ما كيبان لكم. صافي هنا غادا ندير لها السلوفان ونخليها ترتاح واحد نصف ساعه على الاقل باش تجيني رطبه وسهله في الدلك. وكتدلك راسها، هي كتعاونك ملي كتخليها كترتاح. كيف ما كتشوفوا هي ترخفات ولات سهله كيف ما كيبان لكم، كتنسجم وكتعطينا الطوع وكتجينا سهله حتى في الدلك. وكنعطيها تاني حقها في الدليك مزيان، كندلكها كنعطيها وقتها حتى كتدلك ليا العجين ديالي بشكل جيد. لا بغيتو نتيجه رائعه فضروري من انكم تعطيوها حقها في الدليك. وهنا راه كتكون ساهله خصوصا ملي كتخليوها حتى كترتاح. واخا كتشوفوا الكميه راها كبيره ما تخافوش منها، راها سهله وما كتعذب ما حتى شي حاجه. في ساعه كتعدد لك ومع كتخليوها ترتاح كتعطيكم الطوع وكتجيكم سهله في يديكم ملي كتكونوا كتدلكوا فيها. هنا عطيتها دليك مزيان مزيان واحد الوقت ديال يعني راه كتشوفوا الفيديو راه كيشرح لكم احسن مني. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دلكنا كناخذ سكين او اي قطعه اللي تقطعوا بها العجين وكنبدا كنقطع في العجين ديالي لجزيئات صغيره. هذه مساله اختياريه، تقدروا ديروا نيشان، ديروا كراكب بالشكل العادي اللي كنديروا دائما، ولكن انا كنفضل هذه الطريقه. هذه هي طريقتي في العجين ديال المسمن، هكا كنخدموا دائما. انا غنشارك معكم الطريقه. فايتا شاركت معكم في الحلقه ديال الرفيسه، راه دوزوا الحلقات ديالي ديال القناه غادا تلقاو الرفيسه كيفاش كنصوبوا العجين ديال الرفيسه، راه حتى هو كتجي النتيجه ديالو جد رائعه. تبعوا معايا حتى الاخير. هذا تشوفوا على هذا الشكل، بهذه الطريقه كيفاش كنخدم انا الكراكيبات ديال المسمن. تقدروا تخدموا بهذه الطريقه، هذه كتجي بالنسبه ليا كتجيني اسهل. وكاينه الطريقه الاخرى اللي كاين العاديه حتى هي راها كلشي مزيان. اللي جاكم سهل في يديكم خدموا به على هذا الشكل. هذه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كنحاول انني ندير كركوبات يكونوا صغارين تقريبا ما بين 60 غرام تقريبا كتقدير. انا كتشوفوا ما عبرت ما والو، عيني ميزاني هنايا. كيف ما قلت لكم كنحاول انني نكمل هذه الكميه كامله بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه كامله ديال العجين اللي عجنت من الاول معكم. كيف ما كتشوفوا راه كميه مهمه من العجين. تقدروا ديروا نصف الكميه على حسب كيف ما قلت لكم افراد الاسره. هذه هي الطريقه ديالي. من بعد ما كملت العجين ديالي كامل على هذا الشكل وبنفس الطريقه، هذه هي الطريقه ديالي اللي شاركت معكم. هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها من عدد ديال الكركوبات اللي درنا ديال المسمن على هذا الشكل هذا. من بعد كناخد بلاطو وكندير فيه كميه من الزيت وكنبدا كنستف وكندير طبقه من السلوفان وكنعاود نستف طبقه ثانيه من العجين وكنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وكنغطيها مزيان بالسلوفان وكنخليها ترتاح على الاقل واحد نصف ساعه باش كترتاح معايا. عندي هنا الزبده ديال العلبه اللي كذوبتها، عندي هنا زيت المائده كيف ما كتشوفوا. هنا عندي دقيق الفينو عادي ما فيه حتى شي حاجه. دابا بعدا غادا نضيف ليه خميره ديال الحلويات، خميره كيماويه كيف ما كتشوفوا. ضفت ساشيه ونصف
من فئة 8 غرام، مما يعني في هاد الزلافة ديال الفينو ضفت 12 غرام من الخميرة ديال الحلويات. على هذا الشكل غناخد ملعقه صغيره وغادا نخلط الكل حتى كيندمجوا مع بعضياتهم بشكل جيد، وكيخلطوا مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، وكنوضعهم جانبا. هنا هادو هما المكونات باش غادا نخدم في هاد الاثناء. في هاد المرحله كيف ما كتشوفوا زلافه من زيت المائده، وزلافه من الزبده المذابه، زلافه من الفينو اللي خلطناه بالخميره الكيماويه. هنا العجين ديالنا من بعد ما ارتاح وخطيناه الوقت ديالو، قد ما خلينا يرتاح فهو كيكون عاطينا الطوع. كناخذ زيت المائده العادي وكندهن به سطح العمل فين غادا نسرح العجين، وكنبدا كنخدم بهذه الطريقه. هذه طريقه عاديه سهله كيف ما كتعرفوا كاملين. كنسرح العجين ديالي بشكل جيد باستعانه بزيت المائده، وكنبدا كنسرح بهذه الطريقه. هذه كنورقها مزيان كيف ما كتشوفوا. انا غادا نوريكم محيد هادشي باش تشوفوا مزيان مع الكاميرا ويبان لكم الخدمه من الاولى حتى الاخرى، ما يضركمش هذوك الزلافات. وغنبدا نسرح فيها بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا راه سطح العمل كيبدا كيبان من وسط العجين. هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا كنورقوها مزيان مزيان، وكنديروا بطبيعه الحال كميه من الزبده اللي ذوبنا. انا خدمت بالزبده ديال العلب، وانتم لكم الاختيار بانكم تخدموا باي زبده بغيتوا، راه كتحصلوا على نفس النتيجه. كنديروا رشه من الفينو اللي كتشوفوا، وكنبدا كنطوي على هذا الشكل. كنطوي بشكل عادي كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه، وكنوضعها جانبا. كناخذ واحده ثانيه وكنبدا نسرح بنفس الطريقه، وكنبدا كنجبد فيها بهذا الشكل هذا برؤوس الاصابع حتى كنعطيها توريقه جيده من الجوانب ومن الوسط كيف ما كتشوفوا بشكل جيد، باش يجينا المسمن ديالنا يكون مورق ومزيان. كنديروا دهنه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، وكنديروا رشه من دقيق الفينو اللي خلطناه بالخميره الكيماويه، وكندير هذاك العجين المسمنه الاولى الوسط، وكنبدا نطوي عليها على هذا الشكل. يعني كندير كل جوجات في وحده. هذه هي المسمنه ديالنا، غادي نوضعها جانبا ونبدا ندير في واحده اخرى. كل مسمنه فيها جوج ديال الكركوبات صغارين كيف ما كتشوفوا. غنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كنسرح وكنورق وكندير رشه من الزبده المذابه، وكذلك رشه من دقيق الفينو، وكندير مسمنه الوسط، وكنبدا كنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. وتبعوا معايا. اللي ما عمرها دارت المسمن اليوم غتعلم ليه، واللي كتعرف ليه تزيدها افاده. مرحبا بكم دائما على قناة سارة تيفي، قناة متنوعة، قناة وصفات، قناة الجديد، قناة المصداقية والشفافية. وصفاتي معكم بكل الصدق. مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا كل جوج كريكيبات ديال العجين كنديروهم في مسمنه وحده. كنسرح الاولى مزيان حتى كتشكل على هذا الشكل، كتكون مورقه كيف ما كيبان لكم حتى كيبدا يبان سطح العمل. وكندير رشه من الزبده المذابه، وكندير رشه من الدقيق اللي خلطناه، دقيق الفينو اللي خلطناه بالخميره ديال الحلوى على هذا الشكل. وكنبدا كنسرح الاولى ونطويها ونحطها جانبا، ونسرح الثانيه ونسرحها بشكل جيد حتى هي، وكندير لها رشه من الزبده كيف ما كتشوفوا. راه كنسرحها مزيان كتورق حتى كيبان سطح العمل. كندير رشه من الزبده ورشه من الدقيق، وكنوضع هذيك المسمنه الاولى الوسط وكنطوي عليها. هذه هي الطريقه باش كندير المسمن، كيجي رائع جدا. وكنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كناخذ بلاطو اللي غادا نجمع فيه الكل، وكندير ليه دهنه من الزيت، وكنبدا كنستف على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، ونغطي بالبابي فيلم السلوفان. بطبيعه الحال ضروري اننا نغطيو العجين ديالنا. هذه هي الطريقه ديالي، وكنحصلوا على هذا الشكل.
كنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وكنبدا كنطيب كيف ما كتشوفوا راه كيجي مذهب وكيجي جد رائع. ما نقولش لكم المذاق ديالو راه رائع جدا، وراه ما نقولش لكم كيفاش غيجيكم مرق، واللي ذاقوا عندكم غادي يعجبكم. تبعوا معايا الطريقه ديالي والمراحل كيف ما وريتكم، راهم النتيجه رائعه اللي غتحصلوا عليها. هنا كنبدا نبسط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ما تنوركوش عليه بزاف، كنبسطو بشكل عادي، كنديروا ليه شكل مربع بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وكنديروه بطبيعه الحال في المقله الثقيله اللي كتكون ديجا سخونه من قبل، وكنديروا لها رشه من الزيت باش ما يلتصقش معنا، وكنبداو كنخدموا فيه بهذه الطريقه وكيطيب بهذا الشكل هذا مع التقليب المستمر، وكنخليوه يتحمر من جميع الجوانب، وكنحصلوا على واحد النتيجه مرضيه اللي كتعجب كيف ما كتشوفوا. راه كيجي جد رائع. هذا هو المسمن ديالنا، كيجي على هذا الشكل. كنطيبوه بهذه الطريقه هذه مع التقليب، وكل تكون البوطه بطبيعه الحال متوسطه، ما نكونش عندنا حراره جد مرتفعه، وما تكونش عندنا حراره منخفضه، حراره متوسطه باش ما نحصلوش عليه مشوط وما طيبش من الداخل. هانتوما النتيجه ديالو راه كتجي جد رائعه، ومذاق ديالو ممتاز. هذا هو المسمن ديالنا. هذه هي نهايه الحلقه، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.